السلام عليكم يا دكاترة، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. دلوقتي هنبدأ رابع محاضرات الرمد من كتاب دكتور جايد. هنبدأ في موضوع الالرجيك كونجكتيفايتس او حساسية العين. لما تيجي تاخد الهيستوري من العيان هتسأله لو هو عنده history of allergy، يعني لو جات له حساسية قبل كده، سواء حساسية في عينه او في بقع بتظهر في الجلد بتاعه او هرش او ما شابه. كمان هتسأله لو في discharge، هتسأله الديسشارج ده او الافرازات ديت اللي بتنزل من عينه بتكون ووتري ولا ميوكويد، اللي هي ملمسها ايه. لونها كمان. هنسأله لو في اتشنج، لو بيهرش في عينه. الموضوع بيبقى recurrent، يعني بيزيد بيروح ويجي، بيزيد مثلا في الصيف مع الشمس مع التراب. كمان هنسأله لو عينيه احمرت. هنسأله كمان لو في foreign body sensation، زي ما قلنا ان هو في شكشكة، حاسس برملة، حاسس بتراب، وهكذا. بعد كده هنيجي نعمله الاكزامينيشن بقى. هنبص على عينه، هنلاقي فيها diffuse redness، يعني هنلاقي لونها احمر. هنلاقي فيه lid edema، هنلاقي الجفن منتفخ، هنلاقي فيه كيموزس. كيموزس ديت اللي هي حالة بتوريك ان العين فيها irritation او حصل لها irritation، يعني بتلاقي ان الكونجكتيفا بتاعته منتفخة كده، او زي ما يكون تحتها مية. هنسبق بالفلورسين علشان نستبعد وجود ليجنز. كمان هنستخدم الجهاز اللي هو السلايت لامب علشان نشوف لو في conjunctival بابيلي، اللي هي بتبقى زي انتفاخات صغيرة كده في جفن العين من جوه، بتبقى جاية على الكونجكتيفا، وهي دي اللي بتحسسه ان في foreign body sensation، او ان في تراب او حسو في عينه. بعد كده بندخل على التريتمنت. بنديله mild topical steroids، بنديله artificial tears من 5 ل6 مرات في اليوم علشان ترطب عينه. بنديله ocular decongestant علشان يزيل الاحتقان. بنديله كمان systemic antihistaminic زي اللوراتيدين 10 ملي جرام. بنديله تركيبة اللي هي combined mast cell and stabilizers antihistamine. بالنسبة للروشتة بقى بتكون عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن التوبريكس او الديكساترول اي دروب. دي بتقوم بدور المايلد توبيكال سترويد. بتكون قطرة للعين 5 مرات يوميا لمدة اسبوع. بنديله تيرز جارد او اوركا تيرز اي دروب، دي قطرة العين 5 مرات يوميا، ودي بتقوم بدور الارتفيشال تيرز. الاوركا زد او الباتانول اي دروب، دي انتي هيستامينيك، بتكون قطرة صباحا ومساء، وما بنستخدمهاش للاطفال اقل من 3 سنين. الزيرتك تاب او تابلت، دي بتكون الاقراص اللي هي السيستميك انتي هيستامينيك، بتبقى قرص قبل النوم. طبعا العلاج بيختلف من حالة لحالة، يعني عندنا حالات بتبقى مايلد خفيفة، حالات بتبقى مودريت متوسطة، حالات بتبقى سيفير شوية شديدة. في الحالات المايلد بنستخدم الارتفيشال تيرز بس. في الحالات المودريت بنستخدم الارتفيشال تيرز، بنستخدم معاها كيتو تايفن 0.025. كمان بنستخدم الكيتولاك. بالنسبة للحالات السيفير بنستخدم الارتفيشال تيرز مع الكيتوتايفين والكيتولاك. كمان بنزود عليهم بقى المايلد توبيكال سترويد زي الفلورو ميثولون 0.1. كمان بنديله بقى بعض الانستراكشن اللي لازم يمشي عليها، زي ان كيس المخدات يبقى دايما نظيف، ما يستخدمش فوط حد. يعمل كمادات مياه باردة 4 مرات يوميا. ما يستخدمش العدسات اللاصقة، ويبعد عن الشمس والأتربة، وكمان ما يهرش في عينه. ولو هي ست ما تستعملش الميك اب. بيعمل فولو اب، او بيتابع يعني بعد اسبوعين. بس كده اكون خلصت، يا رب تكونوا استفدتوا. السلام عليكم.